التي خلقت اللغة للتواصل مع الطفل لأول مرة، وهي داعية ثقافة. هاي مين طريقة ري حديثة، بس هاي حالات اضطرارية يعني. انه تتوضين تسويها مية الوضوء تكفي الشجرة، بس إذا شجرة واحدة طبعا مو أكثر من شجرة توضي تقدري بصحن أو أي شيء. اسمي مها عيد الحلو، منطقة راس العين، وصار لي 17 سنة ساكنة بجبل عبد العزيز المغلوجة. حالات اضطرارية يعني تقطع الأشجار، تقطع الشجرة اليابسة، طبعا الأخضر لا ما حد يقطعه، إنه كل الناس تحب الشجر والخضار بس نضطر أحيانا لقطع الشجر لأنه للطبخ للتدفئة، أحيانا يعني ما يكفينا مازوت التدفئة، وأحيانا بناس ما يطلع لها تدفئة نهائيا، ونستخدمه أكثر شيء للخبز، يعني مو إنه ضرر أو يعني نريد، إحنا أكثر شيء نلم من الأرض. أحيانا الهواء هو يرمي، يعني مثل من فترة الشجر اجت العاصفة رمت أكثر من 30 شجرة، إجباري بدنا يعني نلم مشان نخبز، إنه الخبز زاد يجي ما يكفي العيلة، يجي حصة العيلة يعني حسب ترتيب العيلة، بعيلة يطلع لها كيسين، طب كيسين ما يكفينا كل الأسبوع أو 3 أيام، يعني الخبز يجينا يومين بالأسبوع بس، يعني بدنا نروح نجيب تاع نخبز أو هيك، أو إنه شغلة ضرر لا، إنه الشجر يعني مشان الطبيعة يمنح منظر حلو للحياة ويحارب التصحر، ومنظر يعني حلو أكسجين للحياة وجالب للمطر يعني للخير. مغلوجة مو كل المنطقة يعني وصلتها المي، بناس عندها آبار وبناس لا ما عندها حتى قدرة تحفر آبار. نحن هسه عندنا آبار قديمة يعني هاي من دور الرومان، احنا يعني نسحبين منها مي للبيت للشجر وهاي، بس يعني في مناطق اللي قلتيها انت يعني يمكن مية الوضوء تكفي الشجرة، انه توضين ال5 فروض يكفيها، بس احيانا اذا عندك بدك تزرعي لك 4 5 شجرات لا مية الوضوء ما راح تكفيها، بده يعني الانسان يزرع له شجرة ورد او شجرة زيتون او هاي بدها يعني كمية، اكيد مية الوضوء زاد لحالها ما تكفي، شجرة واحدة ايه بس 4 5 شجرات لا. بس اذا انت بدك تزرعي لك بستان ما بدك كل سنة تزرعين وحدة او كل 3 سنين يعني تتعبين مشان شجرة، يعني هسه اللي بده يزرع له شجرة عنب بده اكتفاء ذاتي للبيت، شجرة واحدة ما تكفي، بدي ازرع لي اقل شيء 5 شجرات عنب، طب انا بدي اصلي باليوم 5 مرات، مية الوضوء كل يوم تكفي شجرة؟ اكيد لا ما راح تكفيها، يعني الشجرة ايه بدها ال5 فروض يكفن شجرة واحدة، والشجرتين الباجية طبعا يجوز مو كل عيلتي تصلي، يعني اجباري المي هي اساس الحياة، مثل ما الشجر هو تنفس يعني اكسجين ومثبت للطبيعة انه يوازن الجو للطير والهواء ولاي شيء كمان، بس انه يعني المي مهمة كثير بالحياة، يعني ما جت جمعيات هنا انه تستثمر انه نقول نحفر ابار بكل منطقة، تحفر ابار بكل قرية، انه هذا البير بدنا نحفر ونبحره نسوي مي بحرية نمدد يكتفي نقول له 30 او 40 بيت. هسه احنا عندنا بيوت هنا بالقرية يشترون الخزان ب 25,000، إجباري يعني الواحد في يعني مع الطرف انه يقول ما نقدر نزرع مشان المي، وبنفس الوقت ضدهم انه تقدر يعني تزرع لك وحدة بالبيت. هاي هي مشكلتنا، يعني مو انه في عندنا يعني كثير مشاكل هنا، بس انه قطع الشجر لا احنا ضد فكرته. زراعة الخضرة انه يستخدموا الحطب اللي يطلع من الخضرة للخبز او للطبخ او للصوبيا، يعني يكون بديل له مثل حطب القطن الباذنجان، بس طبعا احنا منطقة صايرة صحراوية يعني صعب زراعة الخضرة، يعني مو كل الأحيان تزبط، يعني موسم تزبط موسم لا، تهاجمها الحشرات الذبابة البيضاء وهيك، يعني إجباري بدنا يعني أحيانا نروح، وأحيانا لا الغابات أساسا بدها تنظيف الأراضيها، إنه زاد لما الهواء لما يرمي الأوراق وهاي من الشجر تتكثف الأرض، يعني بتصير سمكة يحترق، من 2 صار حريق بالمشتل، يعني يلا لحقوا يعني خذوا سيارات المي والاطفائيات والشباب كلها الهبالات والاهل القريه كلها يلا اخمدوا الحريق، لانه زاد الارض لما ما تنظف الحشيش التالف يصير نار، سكاره تحرق اكثر من 300 400 شجره هي كلها ماتت بسبب حريق واحد. بدايه الاحداث اختفت الغزلان، صارت مشاكل، تعرفين انت اجت يعني مجموعات مسلحه، بس احنا المنطقه من هنا حميناها، كل شيء تحت ادارتنا حميناه، ما خلينا حدا يقص لا شجر اخضر ولا يابس، هاي كانت المنطقه محميه من قبل الاهالي، اهالي القريه من هنا.
كانت هي اللي تحميها. لازم يعني الناس تحارب التصحر، تحارب انه ما يصير قطع الاشجار يعني بالمضره، يعني ما يصير انت تيجي على هالغابه خضراء يابسه ترميها كلها. الشجره الميته يعني خلاص هاي ما لها نفعه، انا اشيلها واحط بدالها لازم، بس مو اني اشيلها واخرب يعني المنظر الطبيعي، ارمي الاخضر واليابس، لا. طب هذا الشيء حتى الانسان لما يموت اذا يظل برا يخرب، مشان هيك يحطونه تحت الارض. الغصن اليابس يرموه شيلوه، بس لازم تحطوا مكانه اخضر، يعني مو انه اني اجي على الغابه خضراء ارميها كلها اشيلها واخليها، لا يعني ما يصير، هالشيء ما يجوز. مثل ما كان هم في وحده ارشاديه كانت مخصصه للزراعه، يعني يجون يرمون الشجره اليابس ويحطون مكانها اخضر. طبعا اذا ما عندي قدره اروح اشتري هسه شجره وازرعها، ما اقولش لا انا اذا قصيت شجره ما راح اشتري شجره بدالها، بس لما بتكون بمجمع للقريه انه هاي مزرعه ان كل شيء شجر يابس يرمي، انت تيجي تاخذ بداله اخضر وتزرعه، وتكون مسؤولة سقايتها عليك. ايه انت تاخذ من بيتك ان شاء الله من الميتة تشتريها لبيتك تزرعها، بس اني اجي انا اقول لك والله اقدر اروح اشتري شجره حقها هسه 20 او 25 الف، بناس ما بجيبها يجوز ليره، وحسب نوعيه الشجر كمان الشجر غالي. يعني كان في شجر سرو صنوبر وزيتون ورمان، اهم شيء الشجر المثمر. هاي الشجر للحيوانات، يعني لو يكون بمشاريع تساعد الناس تزرع بساتين او هالارض الصحراويه هاي انه تستثمر، هم توفر يعني مركز شغل انه الناس ما تضطر تترك بيوتها بالصيف او هيك، وبنفس الوقت يعني يحارب التصحر ويصير منظر حلو للحياه. يعني الشجر هو اهم شيء بالحياه. حتى العصافير، طيور غريبه، يعني السنه الماضيه يعني شفنا طيور اول مره نشوفها تيجي على الشجر، هذا الشيء حلو. بس انه ما اقدر اني احمي الغابات كلها، انا مسؤوله عن نفسي، كل انسان هو مسؤول عن شخصيته وعن نفسه، بس عن نفسي انا لا، يعني ضد فكره قطع الاشجار. البير بيكون يعني هو صدقه جاريه، يكون تستفيد منه الناس، والشجره تكون صدقه جاريه الك انت، تكون في للبشر وللحيوانات مأمن، يعني ملاذ. في طيور مثل ما بني ادمين كويسين وبني ادمين شينين، زاد بي طيور كويسه وطيور سيئه. يعني هسه على الشجر هذا هو حمايه للعصافير، للحمام تتخبى منه من الطيور الثانيه، يعني مساعد بكل شيء. يعني يسووا مركز انه هذا انت قطعت شجره تجي تحفرها وتسقي تزرع بدالها، او يساعدون هالاراضي الفاضيه انه يستثمرونها بمشاريع زراعيه او استثماريه، يعني كويس. تعب يعني مثل ما انت تربى الطفل الصغير بدك تربى الشجره، بدك تحميها من الحيوانات. بطلب الجهات المعنيه انه تساعدنا انه بزراعه الاشجار، بمشاريع تنميه، مشاريع زراعيه، مشاريع يعني تخص الحياه، لانه فعلا هنا بحياه معدومه. الجبل كان مكان اجمل مكان بالعالم، كان جبل عبد العزيز ومغلوجه حصرا كانت اجمل مكان بالعالم، غزلانها وميتها الحلوه ومنتزهها الحلو. بس الحياه تغير الناس، تغير الدنيا، لازم الناس كلها تكون ايد وحده مشان يزبط هالشيء. ايد وحده لحالها ما تقدر تسوي اي شيء، ولا اني وانت نقدر نسوي شيء، بد مجموعه كامله، بده تكون المنطقه كلها ايد وحده، مساعده وحده. بس لما يكون دعم يكفي الناس انه مشان ما تاخذ هالشيء تخربه.